السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم بنات في وصفات وتدابير غزلان. اليوم جيتكم بالفيديو اللي دار حالة في التيك توك واللي دار حالة في قناتي واللي كان لقى تفاعل كبير، واللي هو وصفة الدوليبران. اليوم جيتكم باش نوضح لكم بزاف أسئلة خليتوها لي في القناة، وأيضا باش نجيب لكم وصفة أحسن من الأولى، يعني الدوبل تاع الأولى في النتيجة تاعها. هاد الوصفة البنات راهي مبيضة فعالة ومفتحة للبشرة، يعني من أول استعمال من أول تجربة راح تلاحظوا الفرق تاعها. هنا البنات هاي ليك الدولي بران الحبة تاعنا راح نحيها بالمقص، يعني نحي غير الحبة اللي راح نستعملها ونحطها ونهرسها بيدة تاع مهراز ولا أي أداة تكون تقدر تهرسها لك باش نتحصلوا عليها تكون بودرة. بالنسبه للاخوات اللي بزاف سقساوني في الفيديو اللي فات، قالوا لي اسكو نقدروا نستعملوها وحنا حوامل. نقول لك هذه الوصفه راهي امنه جدا على الحوامل وعلى غير الحوامل وعلى البشره الحساسه، يعني ما تخافوش منها. كامل تصلح للوجه، تصلح لباقي الجسم، يعني حتى المناطق الحساسة، اسوداد بين الفخذين، تحت الإبطين، يعني الأرجل تاعكم وين حبيتي تقدري ديريها. ونزيدوا هذا المكون اللي هو البطاطا. عندي حبة تاع بطاطا كنت نقيتها وغسلتها، وراح نجيب المبرشة ولا العراب ونبرشها في الرقيقة، يعني راح نبرشها ونتحصلوا على الماء تاعها اللي راح نعوضوا به ماء الورد ولا الليمون اللي داروه في بزاف وصفات، لانه ماء البطاطا يحتوي على النشا، ونشا يعني طبيعي ومبيض بزاف للبشره، مفتح للبشره، وهذا هو المكون اللي راح ينحينا البقع الداكنه في الوجه. ملاحظه البنات راهي تصلح حتى للهالات السوداء، يعني راح تخفف من الهالات السوداء. هنا جبت كومبريس درت فيها المبشور تاعي، وراح نزير عليها بهذه الطريقه ونعصر الماء تاعها، يعني راح نستخلصوا الماء فقط والباقي اكيد راح نرموه. شوفوا البنات، يعني الكميه هنا راهي كبيره، راح تكفي للجسم كامل. انا راح نجرب معاكم قيس حبه تاع دوليبران ونديرها غير في وجهي، وباقي الماء ما نحش نرميه، راح نزيد يعني نستخدمه باش نديروا الكامل جسمي. كما قلت لكم راهي مبيضه فعاله. هنا جبت فنجال، راح نخلي كميه قليله اللي راح نستعملها، ونحط طبعا الفنجال عندي اونكا اذا احتجت راح نزيد منه شويه. راح نجيبوا الحبه تاع الدولي بران تاعنا اللي كانت مفته ديجا دقدقناها، راح نرموها لداخل، يعني ما راحش تدي معك وقت تلقاها ليه ذابت. هايليك شوفوا غير ترموا الحبه تاع الدولي بران راح يتحول اللون تاع ماء البطاطا ويبيض، يعني راني نقول لكم مبيضه فعاله البنات، غير جربوها وعينيكم مغمضين. اون بليس راهي تقضي على الحبوب حبوب الوجه، يعني حبوب الشباب، او هذاك الحب الاحمر الرقيق اللي يجي في الوجه من الملعرق والى اخره، يعني راهي افيكاس بزاف صوالح. راح نحرك الحبيبات حتى يذوبوا مع ماء البطاطا، ونزيدوا المكون الثالث واللي هو ملعقة أو ملعقتين من المايزينا. هنا المايزينا على حسب الكمية تاع الماء اللي درتيه تاع ماء البطاطا والكمية اللي حتستعمليها اسكو لوجهك برك ولا لوجهك ويديك. هنا البنات درت الملعقة الأولى، حسيت الخليط تاعي مازالو شويه جاري، راح نزيد الملعقه الثانيه. راني نستعمل ملعقه صغيره كامل، يعني ماشي اللي كبيره، اللي صغيره كامل. حبوباتي اللي اول مره تزور القناه ووصلت معايا لهذه المرحله، نقول لك واش راكي تستناي، خلي لي ابوني للقناه هكا باش يوصلك كل جديد، وخلي لي جيم طبعا للفيديو باش يطلع ويستفيد منه اكبر عدد من الناس. كما شفتوني البنات زدت الملعقه الثانيه تاع المايزينا، وراني نخلط فيها ولا نشا الذره. البلدان اللي ما يعرفوش المايزينا وشنو هي ليا نشا الذره. هنا الخلطه تاعنا راهي واجده، بقيه الماء تاع البطاطا راح نخبيه، من بعد راح نزيد يعني نزيد كميه اخرى تاع دوليبران ونديروا الباقي جسمي. راهو تبييض فعال، يعني نستعملوه مرتين في الاسبوع. بنات تقدروا تستعملوه مرتين في الاسبوع حتى لثلاث مرات في المناطق اللي تكون داكنه بزاف، يعني ما بين الفخذين، الركب، الاكواع الى اخره. اما بالنسبه للوجه فراح تجيبوا كميه كيما هكا وتطليو بها الوجه تاعكم ولا اليدين تاعكم، العنق، يعني صالحه الاماكن بزاف في الجسم.
بهذه الطريقه البنات راح ندير الكميه كيما هكا، ولا حبيتوا تستعملوا البانسو كيما حبيتوا، كيما ممكن ديري غير بيدك، راهي ما عندها حتى اثار جانبيه ولا اعراض اخرى. راح نخليها حتى تنشف تماما، وراهي ما تطولش يعني في لابو تاعكم، راهي ليه تنشف على البشره تاعكم مع اللي تكون سخونه وكاع ما تطولش. هنا ماكسيموم 5 دقائق حتى ل6 دقائق وتكون نشفت الوصفه تاعنا. شوفوا البنات هنايا بعد ما نشفت نجيو نحكوها بحركات دائريه كيما الكوماج، يعني البنات غير بالعقل على الوجه تاعكم، اكيد حركات دائريه تكون للفوق ماشي للتحت باش ما يتجعدش وجهكم ويطيحوا لكم الخدود. طبعا بهذه الطريقه البنات يعني حتى الجسم تاعك كامل لازم تفركيها قبل ما تغسليها، راح تعطيك نتيجه فعاله. هنا بعد ما فركتها هكا مليح مليح، راح نغسلها بماء بارد عادي من الحنفيه بدون ماء ساخن، ونرجع لكم حبيباتي. وهنا هاي لك اليد تاعي بعد ما غسلتها. شوفوا الفرق ما بين الاولى والثانيه، صدقوني غير بياض ولا اروع ورطوبه ونعومه. شوفوا الفرق ما بين اليد الاولى واليد الثانيه، يعني راهو كاين فرق صراحه، لكن على الوجه تاعكم يعني راح يكون فرق شاسع قبل وبعد الوصفه. هذا هو فيديو نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بقى لي غير نقول لكم سلام.